This is what it feels like. أنا أسماء موسى ودي قناة ليدي أون ذا رود. النهاردة هنعرف الفرق ما بين العربية البنزين والعربية الكهرباء. أول فرق إن العربية البنزين بتستخدم بنزين بسهولة جدا، بتقدر في 5 دقايق تفول العربية كلها، وكمان بتمشي مدة طويلة قوي بالتفويلة دي، لكن بتضطر تروح المحطة عشان تحط البنزين، وكمان سعر البنزين غالي الفترة دي. أما العربيات الكهرباء بتتشحن في وقت طويل جدا وبتمشي مسافات قليلة، لكن بتقدر تشحنها في البيت، وكمان سعر الكهرباء رخيص الفترة دي. الاختلاف التاني، كثافة الطاقة في عربية البنزين كبير لكن وزنها خفيف، وده بيخليها أسهل في الملفات وبتستهلك بنزين أقل. أما العربيات الكهرباء فكثافة الطاقة بتاعتها أصغر ولكن وزنها كبير جدا، وده بيخليها أصعب في الملفات وبيستهلك طاقة أكبر، لكن بتخليها أقرب من الأرض وثابتة، وده عامل أمان، وكمان بتدي صلابة لجسم العربية عشان يحميها من الصدمات الجانبية. الاختلاف الثالث، العربيات البنزين بتحتاج معالجة غاز العادم بتاعها علشان التلوث اللي بيخرج منه، أما العربيات الكهرباء لا، مش بتحتاج لأن مفيش انبعاثات أصلا، هي صديقة للبيئة. الاختلاف الرابع، العربية البنزين بتحتاج ناقل حركة معقد شوية علشان تنقل بين السرعات وتحقق سرعات عالية ومستمرة، وده بيخليها تحتاج عدد لفات أكبر وبتكون أبطأ في رد الفعل. أما العربيات الكهرباء فيها ناقل حركة موحد ومباشر يخليها تحقق سرعات عالية ومستمرة ورد فعل سريع وفوري، وبتقدر تتحكم كمان في سحب العجل في حالة الإعاقة. بالنسبة للاختلاف الخامس، العربيات البنزين الطاقة اللي خارجة من الموتور طاقة مش منظمة وفيها احتكاكات عالية جدا، علشان كده بتحتاج تغير بنزين وبتحتاج علبة تروس علشان تطلع الRPM. أما العربيات الكهرباء الطاقة اللي خارجة من الموتور منظمة ومفيش أي احتكاكات ومش محتاجة علبة تروس، علشان كده الRPM بتاعها عالي جدا وسريع. وعلشان كل اللي أنا قلته في النقط اللي فاتت دي، فالعربية البنزين بتحتاج صيانة دورية، أما العربية الكهرباء لا، مش بتحتاج الصيانة الدورية. بالنسبة للعربية البنزين هي مكلفة في استخدامها فعلا أكتر من العربية الكهرباء، بلس إن هي ملوثة للبيئة، لكن العربية الكهرباء صديقة للبيئة. بالنسبة للعربيات البنزين سعرها أرخص بكتير من العربيات الكهرباء. العربيات الكهرباء متطورة أكتر من العربيات البنزين في التكنولوجيا بتاعتها، وهي المستقبل. في الحلقة الجاية هتكلم عن الخناقة الكبيرة اللي حصلت ما بين العربية الكهرباء والعربية البنزين من سنة 1900. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتتابعوني علشان قصص تانية جديدة لمواتير جديدة.